قرأت اقتباس قبل أيام وأعجبني كثير وغردت فيه. يقول هذا الاقتباس: وظل يلح على الله ويتحدى بأسه حتى غلب دعاؤه قدره. ربي يعرف بكفاحك الداخلي ويعرف بأسك واللي ممكن ما يظهر عليك حتى. ربي يعرف رغبتك الجامحة اللي مسببة لك هذا القلق، لكن ربي يبي منك إيمانك بس وإنك تطلبه. ربي يقول: أنا عند ظن عبدي بي. ليه منغمس تحت فكرة أقلقتك بمسمى ماذا لو لم يكتب لي هذا الأمر؟ This is YouTube. Subscribe, like, كله نفر شوف. هذا نفر مية هذا channel مية كويس مية. أسعد الله أوقاتكم بكل خير يا جماعة. شخباركم إن شاء الله طيبين؟ ربي يحفظكم ويسعدكم دنيا وآخرة. قولوا آمين. طبعا أول حاجة دعواتكم لإخواننا في فلسطين وفي غزة. راح أتكلم يا حبايب قلبي عن الأكل في الدول العربية. يعني أنا جربت الأكل الأمريكي وجربت الأكل الإيطالي وجربت الأكل البريطاني وجربت الأكل الصيني وجربت الأكل الهندي والباكستاني. للأمانة الأكل العربي غير، أقسم بالله. الأكل العربي عموما في الدول العربية، يعني كل دولة ما شاء الله عندهم أكلة معينة لذيذة، فالأكل العربي في الدول العربية لذيذة يا أخي. تحس يا أخي من جد طعمه خرافي. أنا أتكلم لك عن تجربة، ما أدري عن وجهة نظرك. Hey Siri, tell me the weather. It's currently clear and 44 degrees. طبعا يا حبايب قلبي اليوم حنجرب شيء كذا مختلف. يا أخي ملينا من الوجبات السريعة وملينا من نبغى شيء شعبي. نبغى الحلال هلكتنا البروستات والبرجر والشاورما والمسحب. اليوم نظام خمس، نضرب بالخمسة حبيبي. تغوص فما حنطول، يلا ليتس جو. عندنا في السعودية يا جماعة الخير أغلب المطاعم الشعبية القديمة والمعروفة جدا عند الناس. إذا رحت ودخلت المطعم عندهم ضيافة، يعني يجون يضيفونك قهوة، شاهي، خفايف، حلا، حلويات، يعني أي شيء. أهم شيء إنه إيش في ضيافة خفيفة. أول ما تدخل المطعم يا حبيبي يعني حاطين القهوة والشاي ضيافة. تفضل. ثانك يو فيري ماتش. لا مو كذا. انا داخل مطعم شعبي تقول ثانك يو. يا والله يلا تحية يا حبيبي. 26 سنة ما شاء الله تبارك الله. بس رهيبة حتى جلسات شعبية أيام زمان، هذه كله ديكورات زمان موجود. يذكرك أيام أجداد. قديم هذا مرة. أول ما أسست بالرياض هذا قديم، مطاعم قديمة. أول كان في طبخ حريم هنا يعني. أيوة. أشوف عندك بامية، ملوخية، مسقعة، مرق خضار. أي ملوخية هذه مصري. ملوخية بتطشر. هذا الرز طبخ البيت. طيب. هذا الرز الحايلي. الرز الحايلي مرة ممتاز. هذا حمسة باذنجان. حمسة والله لا أجيب واحد. يعني ما شاء الله تبارك الله يميزهم والجلسات التراثية. يحسسك اسمع، يحسسك انك ايام زمان، تتذكر ايام الاجداد. انت شايف زمان، هذا قبل زمان. والله قبل زمان. والله ما شاء الله. شوف كيف شعبي. بتاعت زمان هنا موجودة قدور. كم عمر القدور تقريبا؟ زمان أنا أتوقع أن أكثر من 100 سنة. يعني أكلات شعبية وأكلات حجازية. اسمع، خلي عنك والكبسة السعودية. خلي عنك شعبي ما شعبي يا أبويا. أنا بسبح. تسبح أنت؟ حر. فما شاء الله اللي يميز المكان هذا انك تجي وتحس انك رجعت كذا 30 سنة ورا، ايام اجدادنا وابانا حبايب قلبي اصحاب عدنان، اكتبوا لي في الكومنتات انت من اي دولة، والنعم للجميع وعلى راسي كلكم، وعلموني ايش اكلاتكم المفضلة في دولتك. الأكل يا جماعة الخير ما شاء الله. شوفوا هنا عندك الجريش، وهذا جريش مع الكشنة. الأكلات الشعبية بتاع زمان. هذا هو طبخ البيت. يا جماعة طبخ البيت. قاطعين 40 دقيقة تقريبا 36 كيلو من البيت عشان هذا انت ذوق الاكل واحكم في الاخر. لا ما يحتاج والله ما شاء الله تبارك الله. عيال مكيف صحراوي احلى حاجة. قبل ايام زمان قبل 20 سنة الناس ترى هذا مكيفهم. هذا اللبن يا جماعة، لبن ابو غمزة، لبن العجل لا يفوتك.
يا ولد بارد سه. كاني قاعد اشرب حليب ناقه. والله صراحة كل شيء. والله مرة أنا طعم. لسه احنا دوبنا ما خشينا بالاكل. سي قال لك قرصان، والله يا في مطاعم تبيع قرصان. قال لك اسمه قرصان. هذا القرصان. هذا القرصان. شوف بعدين مع اللحم كذا اوبو. هذا اللي يقول لك من جد نبذة، اللي يبغى يفتح مشروع بعقل زي المشروع ده. هذا اللي من جد اسمه عقل. يا عيال عمر المطعم 26 سنة. كيف؟ واو كيف تعرف انك تشرب لبن زي كذا؟ ترى قبل زي كذا ترى على فكرة. الحين برستيج لا يا حبيبي خش كذا. تجيك الرغوة حقت. يعني حاطين كزبرة وفلفل أحمر، خيار، ليمون، بصل، يعني كذا تحس الصحن يا أخي مليان كذا كيف حمسة الباذنجان؟ والله لذيذ. اوه الجريش يا اخي ما اقدر اقول مو حلو. يا جماعة بناخذ حمسة باذنجان نحطها كذا فوق الرز، تمام، نسوي خلطة كذا، لقمة من ذهب. حمسة باذنجان في قلبك. شوف طلع. انا اكثر شيء قديم وصلت له، اكثر شيء اللي هو التلفزيون اللي طقطق هذاك، عرفته؟ ما اتوقع انك وصلت له. زي كذا تحول القناه زي كذا طق 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 طق، عرفتها؟ ايوه ونسرق قنوات. لا كنا نطلع فوق نحط ريال. الجلسة الشعبية لما تدق في الرز والنعمة زي كذا. هاي طبعا الجلسة تكون بعد 10 دقائق من الجلسة الأولى، لأنه أنت 3 جلسات عندك. الجلسة ربع شبعة، والشبعة الأخيرة تجيك 7. الشوط الأول، الشوط الثاني، والنهاية الشوط الثالث، وننام ارقد هنا. كيف تعرف إنه الأكل مرة طعم؟ كيف تعرف؟ تعرف لما تنبشم. وأنت كيف تنبشم؟ لما تاكل كثير. وكيف ليش تاكل كثير؟ لأنه الأكل طعم. نعم بغض النظر عن أكل المطاعم، إلا أن أكل البيت يبقى هو الأجمل والأفضل والألذ. يعني مستحيل لا تقنعني وتقول لي يا عدنان ترى أكل المطاعم ألذ من أكل البيت. أقسم بالله بقول لك لا، أرفض رفض تام حرفيا. يعني أمي إذا طبخت كبسة في البيت والله العظيم لو يجي أفضل مطاعم في العالم أكل أمي، أكل البيت. شكرا. والله يا جماعة الخير خلاص بعد الأكل ذا يبغالك تنام تاخذ قيلولة على قولتهم، قيلولة أبو ربع ساعة 10 دقائق. أقسم بالله حر يا جماعة، جلست الجلد خلاص. والله ماني قادر، والله درجة حرارة 45 و30 كيلو دحين ورانا. طيب يا حبايب قلبي كذا يكون وصلنا لنهاية الفلوج. اتمنى الفلوج ينال اعجابكم. لا تنسون اهم شيء اللايك والاشتراك في القناة وفعل جرس التنبيهات عشان ننزل لكم مقاطع جديدة وباستمرار. للأمانة انا مرة زعلان لانه الفترة الأخيرة المشاهدات طاحت شوي والتفاعل في القناة طاح، فما ادري انا ايش السبب. فلا تحرمونا من اللايكات والدعم والكومنتات، ونشوفكم ان شاء الله في الفلوجات الجاية، وسلام عليكم. سلام.